احنا النهارده في يوم 1 مايو، مش هقول يوم عيد العمال، انا هقول يوم حقوق العمال. اليوم ده هنستكمل فيه العمل على حقوق العمال من اجل تفعيل الحد الادنى والحد الاقصى، من اجل قانون حريات نقابيه العامل هو اللي يوافق عليه، من اجل تثبيت العماله المؤقته، من اجل ان ما يتمش تجريم الاعتصام، ما يتمش تجريم الاضراب. مش هيبقى فيه عمال زي كاب البوسيه اللي بتخش في بورتولاند، حقوق عمال مساهمه البحيره، حقوق عمال فرج الله، حقوق عمال الصرف الصحي، حقوق عمال السكه الحديد. احنا مكملين بشكل واضح لدعم حقوق العمال بحقوق العمال نفسهم عشان نكمل عليهم ان شاء الله. فلاحين وطلبة لا تساعدنا وابتدينا، عمال وفلاحين وطلبة لا تساعدنا وابتدينا، نسلك طريق مالوش راجع والنصر قرب من عينينا، النصر قرب من ايدينا، والنصر قرب من ايدينا، والنصر قرب من الحد الادنى للاجور، الحد الادنى للاجور، الحد الادنى للاجور، رفع الحد الادنى للاجور والمعاشات، الاجور والمعاشات وخفض الحد الاقصى. واحنا النهارده مش اجورنا، احنا قدام المجلس ده ايام مبارك قلنا حد ادنى للاجور، حد ادنى للاجور للي ساكنين في القبور، للي ساكنين في القبور، حد اقصى للاجور، حد اقصى للاجور للي ساكنين في القصور. النهارده في يوم عيد العمال احنا عملنا مسيره، جمعنا في ميدان السيده زينب وتحركنا لمجلس الشورى. النهارده احنا نازلين في المسيره عشان نطالب بالمطالب العماليه والحقوق العماليه وتغيير قوانين العمال. واحنا دلوقتي واقفين قدام مجلس الشورى بنهتف بالمطالب اللي نازلين عشانها. هو بدايه احنا موجودين النهارده كحزب مصر القويه وكمحافظه القاهره علشان نكون ايد واحده مع اهالينا العمال في رفع الواقع الأليم اللي هم بيعيشوه، ليس على مدار يوم واحد في السنة اللي هو يوم 1 مايو، ولكن على مدار 365 يوم في السنة بيعاني منها العمال على مستوى أسرهم وعلى مستوى طبيعة عملهم وعلى مستوى حقوقهم، سواء كانوا موجودين في مصانع تابعة للقطاع الأعمال العام أو مصانع القطاع الخاص، في إهدار حقوقهم وعدم تفعيل النقابات الفرعية اللي موجودة في مصانعهم. احنا موجودين النهاردة كحزب مصر القوية بنرفع كل المطالب اللي احنا بنقدمها على مستوى الاتجاه الحكومي والاتجاه اللي موجود من السلطة التنفيذية بتجريم كل الإضرابات والتظاهرات اللي بتطالب بقمع أي مطالب على مستوى العمال. احنا النهارده متضامنين مع العمال، موجودين بكل تشكيلاتنا في المحافظه للتضامن مع مطالبهم، مستمرين. وجودنا النهارده مش وجود يوم واحد، ولكن وجود على مستوى السنه كلها. مش هنتاخر عن العمال في اي يوم من الايام. احنا حزب لينا انحيازات، وجزء من انحيازاتنا وقوفنا مع اهالينا وناسنا اللي موجودين على مستوى الطبقه العامله في مصر، ودعمنا للمهمشين في مجتمعنا، ودعمنا لحقوق العدالة الاجتماعية اللي بننادي بيها بيخلينا صف واحد موجودين مع أهالينا طول العام. مش هأنسى في اليوم ده حتى وإن كان يوم واحد إن أنا أوجه تهنئة لكل 24 مليون عامل موجودين في مصر و5 مليون عاملة موجودين في مصر بمناسبة عيدهم. حتى لو هم أرادوا إن كل أيامنا تبقى أيام مش جميلة، إحنا هنخلق لنفسنا النهاردة واقع جميل ويوم جميل على مستوى احتفاليتنا النهاردة. مستمرين ومكملين مناضلين ايدنا في ايد عمالنا، وإن شاء الله السنة الجاية يكون الحال أفضل وتكون أملنا اتحققت. شكرا جزيلا. احنا النهارده في يوم عيد العمال 1 مايو، لجنة العمال في حزب مصر القوية بنذكر الحكومة وبنذكر الرئيس بحقوق العمال المنهوبة وبالمصانع الخسرانة وباستكمال مسيرة الخصخصة الفاسدة. بنفكر مؤسسة الرئاسة أن ما زالت حقوق العمال منهوبة، وأن اقتصادنا ما بيسيرش في اتجاه الاقتصاد الإنتاجي، اقتصاد الخدمات، اقتصاد العمولات، اقتصاد السمسرة. وبنطالب أن يكون للعمال حق تشكيل النقابات والتجمعات العمالية. بنطالب بتعديل قانون العمال الجديد. بنطالب بالحد الأدنى والحد الأعلى للأجور.
واحنا المسيره النهارده متجهين من السيده زينب لحد مجلس الوزراء. عاوزين البلد تشتغل، كل حاجه تشتغل وترجع لطبيعتها بدل ما البلد نايمه. ايه ده؟ مفيش حاجه دلوقتي، الراجل مفيش، الراجل عمل دلوقتي مفيش شغل، حتى العمل وقف. اسعار مولع يا عم، كل حاجه مولع. ايه ده؟ كل حاجه ولع. التوم دلوقتي ب 8 جنيه، اللي كان بجنيه السنه اللي فاتت. حرام ده ولا حلال؟ ولا الراجل الفقير اللي معاه 6 8 بيعمل ايه؟ ربنا يحوش، ربنا يحوش.